السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا النهاردة ناوية اعمل لكم حاجة كده تدفينا، وحاجة من زمن الفن الجميل زي ما بيقولوا، حاجة من مطبخ ماما، حاجة من مطبخ جدتي، حاجة من الناس القديمة بتفكرنا بيها، حاجة يعني كل الناس اللي بتشوفني هتفتكر طفولتها فيها. ناوية اعمل لكم الشعرية باللبن. وطبعا يعني دي حاجة سبحان الله في الشتاء بتدفي. وتاني حاجة قديمة، انا بعتبرها حاجة من هو الزمن بتاع ايه اللي بيفكرنا كده بالطفولة، بيفكرنا بالجو الاسري بتاع زمان اللي كنا بنتلم فيه كلنا كده من غير نت ومن غير الحاجات التكنولوجيا الحديثة. كنا بنتلم على التلفزيون، شعرية بلبن، بليلة بلبن، الحاجات القديمة دي الجميلة. فانا قررت النهارده، بصراحه لقيت الجو برد، فقررت ان انا اعمل لكم الشعريه باللبن القديمه اللي على اصولها، اللي هي بتاعت اللي ما فيهاش افتكاسات، ما فيهاش حاجات كتيره، لا شعريه باللبن. انا حطيت دلوقتي معلقه زبده زي ما انتم شايفين، دي الزبده برضو اللي انا عملتها معاكم. تمام. وهحط كوبايه شعريه عاديه، وهوطي البوتاجاز شويه بحيث ان احنا نبتدي نحمرها شويه بشويه. انا بس طالبه منكم طالبه ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس يا جماعه، والله العظيم يعني انا شايفه ان انتوا عاجبكم الحاجات اللي انا بعملها، وكتر خيركم جميعا، كتر خير حتى اللي بيشوفني وما عمليش حاجه. بس انا يعني بطلب منكم طلب، يعني طلب وليس امر، يعني ان انتوا تفعلوا لي الجرس، اكتبوا لي تعليق، كتر خير برضو الناس اللي بتكتب لي تعليق، اكتبوا لي تعليق، فعلوا لي الجرس. وانا يعني ان شاء الله احنا مع بعض. وانا زي ما قلت لكم اعملوا حاجاتي بكميات بسيطه، لو ما عجبكوش طريقتي ما تتفرجوش عليا. و... واحنا اهو حطينا الشعريه اهو في معلقه الزبده. ولازم انا يعني طول عمري باكل الشعريه باللبن بمعلقه زبده كده، وماما كانت تقعد تحمرها لنا. وانا كنت بتمنى، انا دورت عليها كتير بس ما لقيتهاش، الشعريه الفلاحي اللي هي الشعريه الفلاحي، كانت ماما بتجيبها لنا اكياس كده جاهزه من الفلاحين كده. كانت الشعريه تخينه وحجمها تخين كده، بس سبحان الله كان لها طعم جميل جدا. فانا دلوقتي بعمل لكم الشعريه باللبن، ويا ريت اللي هيشوف دلوقتي يقوم يعملها ان شاء الله، لان هنزل بالفيديو بعد ما اخلص على طول. حاجه طعمها حلو، وحاجه بتدفي، وحاجه وانتوا قاعدين تاكلوها حاجه حلوه. وزي ما انتوا شايفين هي كوبايه شعريه اللي انا حطيتها بس. وهي زي ما انتوا شايفين اهي بتتحمر قدامنا زي ما انتوا شايفين اهي. وبرضو انا هدور برضو على الشعريه الفلاحي اللي انا كنت متعوده اكلها من صغري. انا برضو والله ان شاء الله انا وصيت حد يجيبها لي، لاني انا بصراحه ما اعرفش الطريقه بيعملوها ازاي. يعني انا بعمل لكم، يعني انا سبحان الله يعني بعرف اعمل كل حاجه، بس انا فعلا الشعريه دي كنت اتمنى ان انا اعرف اعملها. كانت بتتباع اكياس كده، الكيس زي ربع كيلو كده، كانت الله يرحمها ماما ويغفر لها. وهبت الصدقه جاريه اللي انا بعمله دي، صدقه جاريه على روح امي، كل حد بيشوف الفيديو بتاعي وهبته صدقه جاريه على روح امي الله يرحمها. وانا كده الشعريه اهي خلاص زي ما انتوا شايفين اهي، اللون بتاعها الجميل الذهبي الجميل اللي ما يغمقش اهو. تمام. ونفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الشعريه كوبايه ميه. وهي الشعريه يا دوبك هتاخد غلوتين بس. واحنا بنعملها كده بقى انا بحط عليها نقطتين فانيليا، بحط نقطتين فانيليا زي ما انتوا شايفين اهي. ادي الفانيليا، ادي نقطه وادي نقطه. يعني تعتبر الشعريه من الحاجات الحلوه اللي احنا بناكلها، يعني دي حاجه فيها يتحط فيها سكر. تمام.
وطبعا اللبن زي ما انتوا حابين. انا بصراحه جايبه لبن عادي، اللبن السايب وغلياه اهي. هي مش هتاخد حاجه يعني، وانتوا بتعملوها هي مش هتاخد وقت معاكم خالص. انا كده حطيت كوبايه ونص ميه. تمام. انا حطيت كده كوبايه ونص ميه عليها، هي لسه ما غليتش. وهنزل عليها بمعلقه سكر واحده. معلقه سكر اهي واحده، وهي لسه ما استوتش يعني. حطيت الميه ومعلقه السكر. مش هكتر السكر، لان بعد كده اللي عايز يحط لبن ويزود سكر يحط لنفسه، لان انا من الناس اللي ما بحبش السكر كتير في الاكل. فانا حطيت معلقه عشان لسه هي كمان هتتقدم مع اللبن، هيتحط عليها لبن سخن اول ما تخلص. وهرجع لكم اول ما تخلص على طول ان شاء الله، هوريها لكم واوريكم طريقه تقديمها مع اللبن. وانا كده خلصتها، وهي ما خدتش مني، ما كملتش ولا 10 دقايق. 10 دقايق وكانت خلصت. 10 دقايق وان شاء الله هوريكم طريقه تقديمها دلوقتي. والموضوع بسيط جدا وما خدش الا 10 دقايق، واكله بسيطه. وخلي بالكم انا ما بمنتش، انا بصور الفيديو وبنزله. انا ما اعرفش امنتج، بصور بالموبايل بتاعي، ما عنديش كاميرا. فيعني اتمنى يعني ممكن تبقى الاضاءه مش قويه قوي، بس والله انا بعمل لكم الحاجه انا عايزاكم تجربوها ورايا وبالهنا والشفا، وهقدمها لكم حالا.